سلام البنات، اليوم ان شاء الله غنصايب معكم واحد الفلون اللي رائع رائع البنات. نتمنى انكم تجربوه. من اول حاجه كنحتاجوها هي لتر ديال الحليب، وكنحتاجو واحد الفلون عادي. وغنديرو 3 د معالق كبارين ديال السكر سنيده، وعندنا 3 د المعالق كبارين ديال المايزينا، وعندنا حامضه وحده كنحكو غير داك القشور ديالها. وصافي البنات، غنخلطوهم مع بعضياتهم كاملين، ومن بعد غنحطوهم على النار حتى يعقد لينا الخليط ديالنا. كما كتشوفوا البنات، هو الخليط ديالنا دابا وجد. دابا البنات نبداو نحطوهم في الكيسان ديالنا. المهم اي حاجه بغيتوها تقدروا تحطوا فيها، تقدروا تحطوها في كيسان ولا المهم اي حاجه متوفره عندكم. المهم انا ما غاديش نعمرهم بزاف حيت راه غنحط الطبقه الثانيه. ودابا البنات غنديرهم في الثلاجه تيبردوا مزيان، ندوزو باش نوجدوا الطبقه الثانيه ديالنا. المهم هنايا عندنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الماء، عندنا هنايا العصير ديال ديك الحامضه، وعندنا 3 معالق كبارين ديال السكر سنيده، و3 معالق كبارين ديال المايزينا. غنخلطوهم مع بعض، وغنخلطوهم مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا. والمكون السري البنات اللي غنحطوه هو الكركم. كنحطو نص معلقه صغيره. المهم كنحط نخلطوهم مزيان مع بعضياتهم، وغنحطوهم على النار. غنحطو الخليط ديالنا حتى يعقد لينا مزيان البنات كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. ودابا من بعد غنخرجوا الفلون ديالنا من الثلاجه تبرد لينا مزيان، وغنحطو عليه الطبقه الثانيه. نتمنى البنات انكم تجربوه، الصراحه راه كيجي بنين بنين بزاف بزاف. جربوها على حسابي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي متابعه للصفحه ولايك واشتراك، وتهلاو في راسكم البنات، وفي وصفه جديده ان شاء الله.